بيكم في حلقة جديدة من اي نيوز. اي نيوز هنتكلم على كل حاجة بتحصل حوالينا وكل الأخبار اللي بتحصل في مصر وبره مصر. تابعونا. يا ترى بتقدر تجمع وتطرح كام رقم من غير ما تتلخبط؟ أبطالنا النهارده بيقدروا يجمعوا أرقام كبيرة جدا من غير آلة حاسبة ومن غير ما يتلخبطوا. تعالوا نشوفهم مع بعض. 1 8 7 5 8 7 2 6 7 4 3 5 4 5 8 5 9 7 4 7. Answer 112. Excellent. اسمي رؤى هاني، عندي 14 سنة. أنا هنا في مركز IMA بتعلم إزاي أحسب أسرع عن طريقة المدرسة وأي طريقة تانية. أول مسابقة كانت برا مصر في 2012، جبت المركز الثالث. كان فيها مثلا أكتر من 300 من جميع أنحاء العالم، كانت في ماليزيا. في 2014 كانت تاني مسابقة ليا في سنغافورة، جبت فيها المركز الثاني. أنا نفسي أدخل جامعة ليها علاقة بعلم الفضاء وأشتغل في وكالة ناسا ومثل الأعلى على صاحبي. انا اسمي اسماعيل، عندي 13 سنه. بنتعلم ان احنا نركز اكتر under pressure، يعني تحت الضغط يعني وكده، وان احنا نكون صراع وصح، يعني مش بس نسرع يعني ونغلط. انا اسمي زايد علي، عندي 12 سنه. انا باجي الاي ام اي بتعلم فيه ان انا احل مسائل الماث بطريقه اسهل شويه عن طريق الابيكس. هو ده الابيكس اللي احنا بنشتغل عليه. فاحنا عندنا فيه اليونتس والتنس والهندرد والثاوزندز. وهنا دي اسمها الفايف. دي الفايف اللي احنا يعني بنعتبرها الفايف، وده 1 وكده 2 كده 3 وكده 4. ولما بننزل دي كده، دي الفايف، دي الواحدة بفايف. فلما يبقى الشكل ده على الابيكس يبقى 9، لان هنا 4 وهنا 5. دي ب5، فكده هتبقى 9. انا اسمي حبيبه اسلام وعندي 11. بتعلم هنا ازاي اعمل المسائل على دماغي، فده خلاني اشطر في الكلاس وسط اصحابي. الابيكس بنتعلم عليه اول ما بنيجي، وبنتعلم ازاي نستخدمه، ومفروض بقى نتخيله في دماغنا ونحسب عليه. عايزه اطلع مذيعه. اسمي عمر محمد عبد الرسول، عايزه اطلع مهندس. فالمهندس ده الحاجات اللي هتخليني ابقى مهندس شاطر هو حاجه منهم الماس، والحاجات التانية اللي انا يعني محتاجه اكون عندي الامكانيه اللي انا اقدر اعمل الحاجات دي، واكون عايز الاراده كمان. تقدر تقول لنا مين رؤساء مصر بالترتيب بتاعهم؟ رؤساء مصر: جمال عبد الناصر، السادات، حسني مبارك، محمد مرسي، وعبد الفتاح السيسي. رؤساء مصر زي جمال عبد الناصر، محمد حسني مبارك، زي والسيسي. رؤساء مصر في محمد نجيب وجمال عبد الناصر وانور السادات وحسني مبارك، وبعد كده عدلي منصور، وبعد كده مين اسمه ايه ده؟ لا، في واحد قبل السيسي اسمه ايه اللي هو مرسي. ايوه. وبعد كده عبد الفتاح السيسي. رؤساء مصر: جمال عبد الناصر وانور السادات والسيسي ومحمد مرسي وعدلي منصور. جمال عبد الناصر والسادات، حسني مبارك، وكان في محمد مرسي، وحاليا عبد الفتاح السيسي. يوم 17/5 هو اليوم العالمي للاتصالات. تخيلوا لو فصلنا الاتصالات زي من 50 سنة فاتت، حياتنا هتبقى عاملة ازاي دلوقتي؟ لو اتقطعت الكوميونيكيشنز في العالم، يعني هتبقى الحياة وحشة قوي. ما حدش هيعرف يكوميونيكيت مع اهله مثلا اللي بره البلد اللي هو عايش فيها، مش هنعرف نسوشيالايز مع كل الناس. من غير اتصالات هتبقى وحشة قوي. لا، مش هيبقى في اي تواصل ما بيننا. هيكون ما فيش حياة، ومش هعرف اتواصل مع اصحابي. لو اتأخرت مامي ممكن مش هتقدر تطمن عليا. مش هنعرف نتواصل مع بعض، ومش هنعمل شاتنج مع صحابنا. الحياة من غير تكنولوجي تبقى صعبة. مش هقدر اتكلم مع صحابي، مش هقدر افتح السوشيال ميديا، اتواصل مع الناس. لو حياة من غير اتصالات هيبقى حياة مملة قوي. لا، ما الحياة من غير اتصالات صعبة، يعني لا مش هينفع. لو الحياة من غير اتصالات ممكن اموت، مش هقدر اتنفس من غير تليفوني بقى وكده. التليفون مهم عشان بلعب فيه وبيسليني كتير. وزارة الآثار المصرية انتهت من وضع آثار العائلة المقدسة ضمن الآثار العالمية. شركة تايلاندية أعلنت في معرض ليها عن رابط بيطبخ وبيقوم بشغل البيت وكمان بيقدر يتسوق.
دلوقتي تعالوا نشوف معانا ايه الفقره اللي جايه ونرجع نكمل. السلام عليكم، انا اسمي سهيلة عبد المجيد، عندي 16 سنه. حبيت الدوبلاج من ساعه ما كل الناس قعدوا يتريقوا على صوتي ويقولوا ان ده صوت كرتون وان انا طفله، وقلت ممكن صوتي ده يبقى نافع ليا، حاجه نافعه ليا، بس فكرت في الدوبلاج وان شاء الله هكمل فيه. وعملت المقطع ده انا اللي عامله الصوت بتاعه الاثنين، بس بتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم. إلسا، ايه انهدي أنا هيا عودي للنوم. لا أستطيع، استيقظت السماء لذا استيقظت. هيا هيا التعويذة السحرية. أوه، جاهزة؟ أنتِ مدهشة. كده النهارده خلصت الحلقه من اي نيوز، يا رب تكونوا عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها حاجات جديده. هنستناكم تابعونا على السوشيال ميديا ودايما هنستنى رايكم. باي باي.